السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله لا فيديو ديال اليوم يلقاكم في أحسن الأحوال وأفضل الظروف يا ربي. العشاق ديال المقيلة، اليوم جيت نشارك معكم كغاتان في المقلة بالشعرية الصينية والخضر. كيجي رائع بزاف في المذاق ديالو، توجديها ليك ولوليداتك، فكوني أكيد غادي يعاودوا يطلبوه منك توجديه ليهم. كيجي رائع في المذاق وكيوجد معك حتى للدقيقة 90. فكما كنقول لكم ديما ما تنسونيش من تشجيعاتكم فضلا وليس أمرا، لايك وبارطاج ومشاركة في القناة. ويلا نشوفوا الطريقة على بركة الله. في واحد المقيله كناخد حبه ديال الفلفله وحبه ديال البصله من بعد ما قطعتهم مربعات، وكنضيف عليهم شويه ديال الزيت، كنديرهم فوق النار وكنخليهم حتى كيتشحروا مزيان وكيطيبوا. من بعد كنضيف عليهم قطع ديال الصدر ديال الدجاج اللي قطعتهم بهذا الشكل هكا طولي، وتا هو كنخليه حتى كيطيب. انا بالنسبه ليا كيعجبني انني نطيب البصله والفلفله بوحديتهم وعاد نزيد الدجاج، هكا كيزيدوا يعطيو لذه اكثر. من بعد كنضيف التوابل اللي درت انا: الملحه وزنجبيل والبزار كركم والبابريكا والتوابل ديال الدجاج اذا كانوا متوفرين. كنخلطهم وكنضيف الخضر اللي عندي انا. هنايا درت الجزر، حبه ديال الجزر من بعد ما حكيتها، وحبه ديال الكورجيت حتى هي محكوكه. كنحركهم مزيان وكنديرهم فوق النار، كنخليهم حتى كيطيبوا، فهما راهم كيطيبوا معنا دغيا دغيا، داكشي علاش خليتهم حتى للاخير. فهاد الاثناء هادو من بعد ملي كيكونوا هما كيطيبوا كنكون انا وجدت الشعريه الصينيه اللي كنكون غليت الماء ودرتها فيه وخليتها حتى كترطب، وكنستقطرها وكنقطعها بالمقص وكنضيفها على هاد المكونات هادو. من بعد كنضيف واحد شويه ديال الصلصه ديال الصوجه وكنخلط كل شيء. فماشي بالضروره تردوها فوق الماء فوق البوطه عفوا، فصافي كتخليوها لانها مازال غادي تكمل شويه ديال الطياب. هنايا كنخلطها مزيان وكنخليها على جنب، وغادي ندوز نوجد لاباراي ديالي. في واحد البول كناخد 2 حبات ديال البيض وكنضيف عليهم علبه ديال ياغورت طبيعي، ياغورت بدون سكر، اولا تقدروا تعوضوه بكريمه ديال الطبخ اذا كانت عندكم. كتضيفوا نصف كاس ديال الحليب وشويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. كنخلط هاد المكونات مزيان حتى ما كيبقاوش ديك التكتلات ديال البيض وكيصبح القوام على هاد الشكل هذا. كناخد المقله اللي فيها الشعريه والخضر وكنبدا كنوزع الخليط بهذا الشكل هكا بالتساوي حتى كنغطي السطح تماما. من بعد كنبدا كندير الجبن من الفوق، ديروا اي جبن عندكم. انا درت هنايا الموتزاريلا، تقدروا ديروا الجبن الاحمر او لا ساندويتش او لا اللي توفر عندكم. من بعد كتغطيو المقيله وكديروها فوق النار اللي تكون مهيله غير باش كيذوب لينا الجبن فقط. وهكا كتكون المقيله او الكغاتان ديالنا واجد. كنقدموه سخون بالصحه والراحه. الى الوصفات قادمه ان شاء الله. بسلامه.